توجد تصفيات تهز مدينة حلب السورية بسبب النظام السابق. المرصد السوري يكشف تفاصيل خطيرة إلى العلن. تشهد مدينة حلب السورية تصاعدا في وتيرة عمليات التصفية الانتقامية التي تستهدف أشخاص متهمين بالتعامل مع أجهزة النظام السابق، وذلك بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. فما القصة؟ في تفاصيل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم توثيق 3 عمليات تصفية خلال الساعات القليلة الماضية، نفذت جميعها بأسلوب التصفية المباشرة من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أن بعضهم ينتمي إلى تشكيلات أمنية، فيما لا يزال الفاعلون في غالبية الحالات مجهولي الهوية. وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة طويلة من الاستهدافات التي تزايدت بشكل ملحوظ في بداية العام الجاري، حيث ارتفع عدد العمليات التصفية في مدينة حلب إلى 64 عملية، جميع ضحاياها من الرجال، من بينهم 3 حالات مرتبطة بانتماءات طائفية وفقا لتوثيقات المرصد. وحول تفاصيل الحوادث الأخيرة في مدينة حلب، ذكر المرصد أنه في حي الكلاسة أطلق مسلحون مجهولون النار على شاب بتهمة سابقة تتعلق بالتعاون مع النظام، ما أدى إلى مقتله على الفور. أما في حي الفردوس فقد تم تصفية شخص كان يتهم بالعمل مع جهاز المخابرات الجوية سابقا، حيث تشير المعلومات إلى قيادته مجموعة نفذت عمليات دهم واعتقال لصالح أجهزة الأمن. حي الفردوس. وفي حي السكري أقدم مسلحون على تصفية أحد المواطنين وسط الحي دون التمكن من تحديد هويتهم حتى اللحظة، وسط اتهامات لاحقة الضحية بتعاونه سابق مع النظام. وقال المرصد أنه رغم تعدد الأساليب والجهات المنفذة، إلى أن النمط المشترك في هذه الحوادث هو الاستهداف المباشر والانسحاب السريع، مما يعكس تدهورا في الوضع الأمني وغيابا واضحا للمحاسبة أو الإجراءات القانونية. يأتي ذلك بعد أن شهدت السويداء في الجنوب السوري اشتباكات دامية، أعلنت على إثرها وزارة الداخلية السورية أنه تم إيقاف الاشتباكات داخل مدينة السويداء وإخلاء أحيائها من عناصر العشائر، وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.